السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايالكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه في الفيديو مع بعض. عملنا قبل كده مع بعض الفولية او السودانية وكان طعمها جميل جدا وعجبتكم. هنعمل بقى مع بعض في الفيديو ده طريقة عمل الحمصية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وشكلها جميل بقى كده زي ما انتوا شايفين، وطعمها كمان اجمل. يلا بقى كده نشوف الفيديو بتاعنا هنعمله ازاي. اول حاجة بقى كده هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معايا بقى كده نص كيلو من الحمص. ملقتش بقى حمص سايب، فلقيت بقى اكياس الحمص دي. جبت 3 اكياس. الكيس كان 200 جرام. وزن الكيس 200 جرام. هستخدم بقى كيسين ونص، ويبقى كده معانا نص كيلو من الحمص. ومعانا بقى كوباية سكر وكوباية الا ربع من المية ونص ليمون. اول حاجة بقى كده هنجيب طاسة ونبدأ بقى نفضي كده الحمص بتاعنا في الطاسة، عشان هنسخن الحمص بتاعنا ده كده ونخرج منه الرطوبة. هنسيب بقى الطاسة اللي احنا فضينا فيها الحمص دي كده على جنب ونشوف هنعمل ايه. هنجيب بقى طاسة تانية كده بقى عشان نعمل فيها الكراميل بتاعنا. هنحط فيها كوباية السكر والكوباية الا ربع من المية، وهنعصر فيها الليمونة. معانا نص ليمونة كده هنعصرها. وهنبدأ بقى ندوب السكر كده كويس جدا لحد ما يبقاش فيه سكر خالص، هندوبه كويس جدا بالشكل ده كده. ونسيبه بقى على جنب، ونجيب بقى الصينية اللي احنا هنستخدمها ونضيف فيها الحمص. هنجيبها بقى كده ونحط فيها زيت وندهنها بالزيت كده كويس. وهنجيب بقى كيس تلاجة كده وهنفتحه علشان هنحطه في الصينية. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تضغطوا اللايك. بعد ما فردنا بقى الكيس كده هنبدأ بقى كده ندهن برضو الكيس بالزيت، وطبعا الخطوة دي مهمة جدا علشان لو ما دهناش زيت في الصينية او فرشنا فيها كيس كده الحمص هيلزق معانا ومش هيطلع خالص. لازم زيت. وكده بقى الصينية جاهزة معانا يا حلوين. هنيجي بقى عند البوتاجاز عشان بقى نسخن الحمص كويس ونعمل الكراميل بتاعنا. هقول لكم بقى هنعمل الكراميل ازاي. هنبدأ بقى نسخن الفول كويس جدا كده لحد ما نيجي نمسكه بايدينا ما نكونش مستحملين السخونية بتاعته. هنبدأ كده نطفي عليه النار. صلوا بقى على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يشفع لنا بها يوم القيامة. هنا بقى اول ما الشربات بدأ يغلي معانا بالشكل ده كده هنوطي عليه خالص لحد ما اوصل لمرحلة معينة كده هقول لكم عليها. الحمص بقى كان سخن كويس وطفيت عليه النار، وهنا بقى الكراميل بتاعنا بقى جاهز كده بالشكل ده كده. وصل لون ذهبي، مش غامق قوي ومش فاتح قوي. هنبدأ بقى نضيف الحمص بتاعنا كده ونقلب بقى بسرعة. اهم حاجة بقى في المرحلة دي كده السرعة يا حلوين. هنقلب بقى كويس لحد ما الحمص كله يتغلف بالكراميل. عاوزين بقى كده يا حلوين نحيي الشهر ده كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش بقى تضغطوا لي اللايك يا حلوين. هنا بقى بعد ما قلبناه كويس والحمص اتغلف كويس بالكراميل هنبدأ بقى نيجي بسرعة كده ونفضيه في الصينية بالشكل ده كده. هنفرده بقى كده كويس في الصينية بالتساوي، ما نعملش بقى حتة عالية وحتة واطية عشان يكون معانا كده جميل وكله زي بعضه. والمعلقة بقى اللي احنا هنستخدمها طبعا هنكون بندهنها بالزيت عشان ما يلزقش مننا ومش هنعرف كده نفرده كويس. طبعا بقى عاوزين بقى قطعة الحمص سميكة رفيعة، دي طبعا زي ما تحبوا انتوا حسب رغبتكم. اللي عمل بقى الفولية او السودانية يقولي بقى في الكومنتات رأيكم فيها ايه حلوين. هجيب بقى السكينة كده وهدهنها برضو بالزيت، وهبدأ بقى كده اقطعها بالشكل ده كده. هنقطعها بقى برضو بالشكل اللي احنا عاوزينه عادي.
كده بقى بعد ما خلصناها بقى تقطيع هنسيبها بقى كده يا حبايب قلبي ساعة او ساعتين، ونبدأ بقى كده نشيلها عادي من الصينية. بعد ساعتين بقى بالظبط كده بدأت اشيلها بقى. شايفين الحمصية بتاعتنا شكلها جميل ازاي؟ بجد طعمها جميل جدا، وان شاء الله هتعجبكم. هنبدأ بقى كده نشيلها من الصينية، وهنلاقيها بقى بتتقطع معانا برضو بكل سهولة بالشكل ده كده. شايفين بقى جمال الحمصية؟ بجد طعمها جميل جدا، وان شاء الله هتعجبكم. جربوها بقى واعملوها في البيت بقى لاولادكم، او اعملوا النوع بقى اللي انتوا بتحبوه من حلاوة المولد. ان شاء الله هتعجبكم. طريقة بقى مضمونة في البيت، وحاجة نظيفة وعاملينها بايدينا، هناكل واحنا مطمنين. طعمها تحفة جدا. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا يا حلوين. ما تنسوش بقى تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده، وتقولي رأيكم ايه في الكومنتات، لان كلامكم الجميل ده بيسعدني دايما. ولو انتوا جداد في قناتي واول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب.